واحدة من أكتر الأسئلة اللي جاتلي في الفترة الأخيرة هي إزاي نمنع شركات الإعلانات إنها تعرض إعلانات للكبار فقط أو إعلانات إباحية أو إعلانات قمار على موقعنا. والحقيقة إن الطريقة بتبدأ من بداية تسجيلك في الموقع. يعني مثلا دلوقتي دي شركة هيلتوب، أنت هتحط الدومين بتاعك هنا عادي جدا، وتختار هنا ماين ستريم أو مينيماليزم لو ظهر عندك. بعد ما تختارها تسجل موقعك عادي جدا، هيبدأ يعرض لك إعلانات طبيعية من غير إعلانات إباحية. طيب هيفضل عندنا مشكلة وهي إعلانات القمار، لأن إعلانات القمار مش متصنفة كإعلانات للكبار فقط. أول حاجة تعملها بعد ما تسجل وتعرض الإعلانات وكل حاجة، هتخش لمدير حسابك. مثلا عندي هنا أهو يور بابلشر مانجر، هتبعت له سواء على التليجرام أو على الإيميل، هتقول له أنا عايز أمنع شركات إعلانات المؤامرة أو القمار، وبالفعل هيمنعها لك، مش هيعترض. لكن لما تشتغل شوية على موقعك أو تفتح في بي إن هتلاقي إن للأسف الإعلانات لسه بتظهر. ساعات يعرض لك اعلان اباحي كده في النص، ساعات يعرض لك اعلانات قمار. فوقتها هتعمل ايه؟ هتاخد لينكات الاعلانات دي، كل اعلان يظهر تاخد اللينك بتاعه وتبعته للدعم، سواء لمدير حسابك او الدعم المباشر على طول، تقول له انا عايز امنع الشركه دي او الاعلان ده من الظهور على موقعي، وبرضه هيمنعه لك. لكن المعمليه مستمره بشكل دائم تقريبا، يعني كل يوم او يومين هتلاقي انك بيتعرض عليه عندك اعلان جديد. وخاصة إعلانات القمار، لأن إعلانات القمار مش الشركات هي اللي بتعلن عنها، لكن اشخاص عاديين بياخدوا رابط الاحاله بتاع الموقع وبيعلنوا هم بنفسهم عشان ياخدوا عموله من الشركات دي. فكل شويه هتلاقي اعلان جديد من شخص مختلف لنفس الشركه. هي عمليه مستمره دايما عشان تحافظ على شكل الموقع، ودي حاجه في كل شركات الاعلانات. حتى في جوجل ادسنس نفسه مش دايما الفلاتر اللي انت بتعملها هتنفع، لا هتحتاج انك تخش تاخد لينك الاعلان وتخش تمنعه من حسابك وهكذا. الشركة الوحيدة اللي كانت ما فيهاش النوع ده من الإعلانات هي شركة حاسوب، لما كان في إعلانات حاسوب زمان، ولكن للأسف ما بقتش موجودة. وبس كده، يا رب يكون الفيديو أفادكم، وسلام.